أنا أستحق بس ما في أحد قدرني. هل فعلا ما قدروك ولا أنت اللي صدقت وهمك؟ أنت تستحق؟ هل أنت مظلوم؟ هل أنت تعبت بس ما حد قدرك؟ خليني أسألك، هل أنت فعلا مظلوم ولا أنت اللي ظلمت نفسك بقناعة أنا أستحق وما تحركت بعدها؟ أهلا فيكم، أنا دكتورة أسرار وهذه الحلقة الثالثة من بودكاست أعد برمجة عقلك المهني. اليوم راح نتكلم عن القناعة اللي شكلها عزة نفس لكن جواتها خدر اسمه وهم الاستحقاق. جواتها مخدر اسمه وهم الاستحقاق. البداية المفاجأة خليني أقولها لك بصوت عالي، مو كل من تعب يا هو يستحق، ومو كل من مر عليه سنين جاهز إنه يكون قائد وياخد مناصب أعلى ويترقى، ومو كل من حابب منصب يقدر عليه ويقدر ياخده. جملة أنا أستحق، هذه الجملة نحن نسمعها كثير، بس أكثر الناس اللي يقولوها لعلمكم ما هم جاهزين يتحملوا تبعاتها. لو إنك جاهز وجهزت نفسك، تأكد بمجرد ما تقول أنا أستحق راح تتبعها بأعمال وأفعال، ومباشرة راح تشوف نتائج الحاجة هذه قدامك خطوة خطوة. طيب، خلينا أول حاجة نفهم ونعرف إيش يعني وهم الاستحقاق. يعني تكون قاعد على مكتبك مخلص شغلك، تحس إنك تسوي المطلوب منك، بس داخلك يقول ليش ما رقوني؟ ليش ما أعطوا الملف هذا لي أنا أشتغل عليه وأعطوه لفلان؟ ليش الترقية راحت لفلان ما جات لي أنا؟ ليش هم وأنا لا؟ وتجلس تنتظر وتبرر لنفسك إنك أفضل منهم، ورغم كده اتبخس حقك. تجلس تقول فلان صفر، ما عنده حاجة، لا عنده سنوات خبرتي ولا عنده شهاداتي، واخذ الترقية وأنا لا. بينما الحقيقة يا صديقي ما في أحد وعدك بشيء، بس أنت وعدت نفسك بدون دليل. وخلينا من هنا نشوف قصة صاحبنا تركي، ضحية الأحقية الصامتة. تركي موظف لي 7 سنوات في نفس القسم، كان ملتزم ودقيق وما يحب المشاكل، بس كل ما جاء تقييم يقول أنا أستحق أفضل بس ما قدروني، اللي ترقوا أقل مني. بس في الحقيقة تركي أبدا ما طور نفسه وما ضاف شيء جديد لا لإدارته ولا لمنشأته، ولا حتى كمان كلف نفسه وعرض نفسه وسوق عن نفسه بطريقة محترفة، ولا حتى كمان طلب ترقية ولا طلب زيادة راتب ولا ناقش أحد فيها ولا بنى علاقات مع أصحاب القرار. بالعكس، كان أسلوبه دايما دايركت
لدرجة إنه بينفر الناس من حوالينه، ويخلي صاحب القرار أو مدراءه يتجنبوه، ودايما يدوروا على شخص يكون جسر بينهم وبينه عشان يتجنبوا الأسلوب الأجريسيف حقه. رغم زي ما قلت لكم ترى إنسان كان ملتزم ودقيق وما يحب المشاكل، لكن للأسف الشديد كان تركي بس ينتظر، وجلس يبني حوالين نفسه قصة كاملة. إيش القصة هذه جالسة تقول؟ أنا المظلوم، أنا الشخص اللي نسوني، وما يحتاج أكمل لكم لأن أكيد إنكم عارفين الباقي. بس اللي صار مو هو المظلوم، أو مو هم اللي ظلموه، ومو هم اللي نسيوه، هو اللي نسي نفسه وفضل واقف في مكانه وما تحرك. هو اللي ظلم نفسه في الأول، عشان كده رح يتعرض للظلم من اللي حوالينه. حطوها حلقة في أذانكم، إن نسيتوا نفسكم وفضلتوا واقفين في مكانكم، إدارتكم وكل اللي حوالينكم رح ينسوكم وينسوا إنكم موجودين أصلا في المكان. لو ظلمتوا أنفسكم بأوهام ليها أول ما لها آخر، الناس رح يظلموكم وما رح يعطوكم حقكم، حتى لو عندكم المهارات اللي تأهلكم لمناصب إدارية، حتى لو عندكم الالتزام والأمانة والدقة اللي تأهلكم للمناصب الإدارية والقيادية كمان. عشان كده خلونا نوقف مع بعض لحظة مواجهة. أول شيء خد نفس عميق وجاوب على الأسئلة اللي راح أقولها. طبعا يا حبذا إن كتبتوها قدامكم وكتبتوا إجاباتها، عشان بالطريقة هذه راح نحرر المشاعر والسلوك هذه، ونكون ماشيين في طريق إيه؟ في طريق تحرير عقلنا عشان نوصل لأهدافنا. نرجع للحظة المواجهة، وأول سؤال: كم مرة قلت أنا أستحق بدون ما رجعت وراجعت مهاراتك؟ السؤال الثاني: متى آخر مرة قيمت نفسك بصدق وأمانة؟ السؤال الثالث: هل أنت اتطورت ولا واقف مكانك؟ ولا مجرد سنين عدت وانت جالس في نفس الكرسي؟ أبغاكم تفكروا في الأسئلة هذه وتجاوبوا فيها بصدق، وما يحتاج أحد يعرف عن إجاباتكم. بمجرد ما تكتبوا الأسئلة هذه وتجاوبوا عليها بكل صدق وأمانة بينكم وبين أنفسكم، إحنا حررنا الموضوع وجاهزين ننتقل للخطوة اللي بعدها. أرجع وأعيد: كم مرة قلت أنا أستحق بدون ما تراجع مهاراتك؟ متى آخر مرة قيمت نفسك فيها بصدق؟ هل أنت اتطورت ولا مجرد سنين عدت عليك وانت جالس في نفس الكرسي؟ يا جماعة، الحقيقة
ممكن توجع شوية. وخلونا نتعرف على الحقيقة اللي إيش اللي يمكن توجع شوي. بس تأكدوا بعد ما توجعنا حنكون جاهزين، لو مو كنا عدينا الخطوة ومشينا كمان. الحقيقة اللي يمكن توجعنا إنه الجهد لحاله يا جماعة ما يكفي، والنية الطيبة ما ترقي، لأن الاستحقاق الحقيقي يحتاج إثبات. طبعا في عندي مثال صغير دائما أقوله للإداريين اللي موجودين عندي. الآن في مبنى قدامي جالس يتبني، والمبنى هذا فيه له عمالة جالسة تبني، وفيه له حمال. وحسب نظرتي أنا واللي بأشوفه، الحمال هذا من الصبح وهو شايل طوب وتراب على ظهره وطالع ونازل، وبإثبات وإقرار الجميع اللي موجودين في السايد اللي بيتبني فيه المبنى، واللي جالسين يتفرجوا على المبنى هو بيتبني من إيه؟ من المباني التانية، إنه العامل هذا صدق أكثر إنسان موجود في المبنى وبيشتغل، بذل جهد وواضح الجهد والكل شايفه. بس هل ينفع إننا نقول العامل هذا عشان هو بذل الجهد الأكبر والأكثر تعب واللي كلنا شايفينه يستحق إنه نسلمه إدارة المبنى هذا ومن غير حتى كمان ما يطلب؟ الجواب معروف، أتوقع إنكم جاوبتوا. لكن اللي أبغى أرجع أقوله، أنا مو هنا عشان أحبطكم يا جماعة، أنا هنا عشان أصحيكم، لأنك فعلا تستحق. وما فتحت البودكاست هذا ولا جالس تسمعني ولا وصلت للحلقة هذه إلا إنك فعلا تستحق، بس مو لأنك موجود في الموقف اللي أنت فيه حاليا، لا، أنت فعلا تستحق لأنك أخذت أول خطوة، وإلا أنك راح تبدأ تبني جدارة جديدة وترغم الفرص إنها تيجي لحدت عندك. عشان كده حنتحمل الحقيقة اللي توجع، لأنها حتوصلنا لأننا نبني جدارة جديدة تغصب الكل إنه يعطينا الفرص والبوزيشنات اللي نحن بنقول إحنا نستحقها. والآن ومن هنا راح نبدأ مع بعض خطوات عملية من اليوم. أول حاجة، طبعا كل واحد فيكم أكيد ورقته وقلمه معاه. أول خطوة عملية حنسويها، حنرجع ونسوي جرد لمهاراتك الحالية. كيف حسوي جرد لمهاراتي الحالية؟ اكتبوا معايا الثلاثة أسئلة هذه. إيش تقدر تسوي اليوم شيء ما كنت تقدر عليه قبل سنتين؟ أيوة، أول سؤال، إيش أقدر أسوي اليوم شيء ما كنت أقدر أسويه قبل سنتين؟ تاني سؤال، إيش المهارة الموجودة عندي الآن لو إني طورتها واشتغلت عليها؟ وأهم حاجة مهارة تكون من شغلك مو من تدريب خارجي. لو هي مهارة واحدة ولا مهارتين ولا مجموعة مهارات، نكتبها ونحطها. حرجع وأصيغ السؤال بطريقة ثانية عشان
توصل المعلومة ليكم أسرع. إيش المهارة اللي موجودة عندي وأقدر أطورها، والمهارة هذه من شغل اللي أنا جالس أشتغله حاليا، مو من تدريب خارجي ولا من فكرة خارجية. حطورها من شغلي، مو أطورها أطلب فيها تدريب أو أروح أخذ دورة خارجية أو أحتاج أحد يدربني فيها. لا، الآن وأنا على رأس شغلي لو اشتغلت على المهارة هذه راح أطورها وأرفعها. والسؤال الثالث: هل في أحد لجأ ليك الفترة الأخيرة في قرار مهم؟ تكتب لي اسمه وليش لجأ لك في القرار هذا، وإيش شاف فيك عشان يلجأ لك. مرة مهمة الحاجة هذه، لأن احتمال تكون في مهارة موجودة عندي وأنا مو عارف المهارة هذه، لكن اللي حواليني عارفينها وجالسين يستفيدوا منها. ارجع واكتب السؤال وفكر: هل في أحد لجأ لي في قرار مهم الفترة الأخيرة؟ طيب ليش جاني وليش سألني؟ هو إيش شايف فيا؟ بمجرد ما حتجاوب على الأسئلة هذه اعرف إنك فجرت براكين المهارات اللي موجودة عندك، ومن هنا إحنا رح نقدر نتحرك. وهذه أول خطوة. أول خطوة فيها 3 الأسئلة هذه: إيش تقدر تسوي اليوم شيء ما كنت تقدر تسويه قبل 2 سنين؟ إيش المهارة اللي تقدر تطورها وإنت جالس في شغلك ومن شغلك من غير أي تدخل خارجي؟ وفي أحد جاك ولجأ لك في اتخاذ قرار وسألك عنه ليش، وليش هو شايف إنك أنت أهل إنك تنسأل السؤال هذا؟ حنحط الإجابات حقت أول خطوة. تاني خطوة: ارفع عينك عن الظالم وانزل بعينك على تقصيرك. أيوة، لأن كلنا لما نقول أنا استحق وما أخذت الحاجة هذه معناها أنا حاطط عيني على شخص على شخص ظلمني. فارفع عينك عن الظالم وانزل بعينك على الأمور اللي أنت مقصر فيها. ما راح تتعافى من الأحقية إلا لما تقول لنفسك أنا ما كنت جاهز، بس من اليوم بدأت أكون نفسي وأكون جاهز. هذه الخطوة جدا مهمة. ثالث خطوة: لا تطلب منصب، اطلب مهارة. وهذا الذكاء المهني اللي أبغاكم تكتسبوه وأبغى عقلكم يكتسبه قبل قبل أياديكم وقبل مناصبكم. بدل ما تقول أبغى ملف قيادي، بدل ما تقول أبغى إدارة قسم التسويق، قول وش المهارات اللي لازم تكون في شخص ماسك الملف القيادي هذا، أو ماسك ملف أو إدارة مشروع، أو ماسك إدارة التسويق. إيش المهارات اللي لازم تكون في الشخص هذا؟ وجه السؤال هذا للشغل والإدارة اللي أنت موجود فيها حاليا. قولوا، اسألهم إيش المهارات اللي لازم تكون موجودة عند الشخص عشان يستحق المنصب القيادي حقكم هذا، ولا يستحق يمسك الملف هذا. ومباشرة ابدأ طورها وفعلها. احتمال تكون موجودة عندك بس ما هي مفعلة.
حتى لو ما أعطوك المنصب، لأن بعدين رح نعرف نجيبها. والآن القائد بدون منصب هو أكثر واحد تجيه الفرص، وحنتعلم قدام كيف رح نستغل الحاجة هذه عشان نوصل لأهدافنا. اليوم جايبت لكم تمرين جديد، والتمرين مختلف، اسمه تمرين الصوت الجديد. أبغى منكم كل يوم الصباح قبل ما تبدأ دوامك قل لنفسك بصوت عالي: أنا ما أستحق بس أحط المنصب اللي أنت موجود فيه. فلنفرض أنا ما أستحق بس إني أكون أخصائي مبيعات، أنا راح أثبت جدارتي يوم ورا يوم وأبني ثقة أكبر وأصنع فرصة بنفسي عشان أكون مدير إدارة التسويق والمبيعات. طبعا أنا دخلت أخصائي التسويق وإدارة التسويق والمبيعات كمثال، لكن حرجع أقولها من غير المثال عشان كل شخص يحط إيش؟ يحط الحاجة اللي هو موجود فيها الآن ويحط مقابلها الشيء اللي هو يبغى يوصل له. كل يوم الصباح قبل ما تبدأ دوامك حتقول لنفسك بصوت عالي: أنا ما أستحق بس أكون في المكان هذا، أنا راح أثبت جداراتي يوم ورا يوم وأبني ثقة وأصنع فرصتي بنفسي. قولها وإنت بتكتب أهدافك اليومية، خلي عقلك يسمعك قبل مديرك ما يسمعك. خلاصة اليوم: القناعة الداخلية إذا ما كان وراها حركة راح تصير وهم. لا تسمي الجمود أحقية، ولا تسمي الصمت نضج، ولا تسموا الخوف تواضع. سموا الأمور بأسمائها الحقيقية. إذا تبغى مكان أعلى اشتغل عشان توصل له، اتعلم مهارة جديدة يحتاجها المنصب هذا، أظهر نفسك بمهارات المنصب هذا، وبعدها اتقدم وقول أنا معايا المهارات هذه وأستحق المنصب هذا وأبغاه وأعطوني هي. وقتها فعلا أنت تستحق المكان هذا. ولو ما أعطاك هو راح تعرف تحارب بكل الأدلة اللي موجودة معاك. مو بس كده، حتى اللي حوالينك راح يحاربوا معاك عشان تاخد حقك فيها. الحلقة الجاية إن شاء الله بإذن الله راح نحط مرايتنا الداخلية أمام واقع مر. بيئة السبب ولا أنا؟ هل فعلا المحيط اللي حوالينا هو اللي جالس يعيقنا، ولا إحنا استسلمنا وسمينا استسلامنا واقعية؟ أنا دكتورة أسرار، وهذه رحلتك أنت، وأنا جالسة أرافقكم حلقة بعد حلقة لحد ما تشوف نفسك اللي تستحق فعلا المنصب اللي أنت تشوفه نفسك فيه. شاركني رأيك، وإن لمست هذه الحلقة قلبك شاركها مع شخص يقول لنفسه أنا مظلوم من سنين.